عمرك سألت نفسك ليه الأجانب ما بيستخدموش الشطافة؟ أكيد بتسأل يعني. أكيد دخلت في أماكن في فنادق لقيت إن مفيش شطافة فاستغربت. خليك معايا، سألت أنا وعرفت السبب وهقول لكم السبب. يلا خليكم معايا، بس ما تنساش تعمل اللايك والشير وتسيب كومنت في الفيديو. الموضوع بدأ في عام 1710 لما الفرنسيين اخترعوا جهاز بسيط اسمه البيديه. كانوا بيستخدموا البيديه ده في بيوت الأغنياء وبيوت الدعارة الراقية جدا في باريس. فكان معروف جدا الفترة ديت الأماكن اللي بتستخدم الجهاز ده كانوا بيبقوا معروفين ان هم من اهل بيوت الدعارة. عشان كده الشطافة اتمنعت فترة كبيرة جدا في اوروبا من الاستخدام، وكان في كتاب اتعمل مخصوص عن البيديه ان هو سبب رئيسي جدا في اجهاض الاطفال في الفترة دي. حتى الانجليز استخدموها في القرن 19 وطلعت عليهم سمعة سيئة فبطلوا يستخدموها، ففضلوا معتمدين على المناديل وعلى الكلينكس في اوروبا وفي امريكا، ورفضوا استخدام الشطافة. انما في الدول العربية في اسيا الحمد لله ان احنا بنستخدم الشطافة، لان النظافة من الايمان، والنظافة جزء كبير جدا من عاداتنا الاجتماعية والدينية والاسلامية. فقولوا لي بقى مين بيستخدم الشطافة ومين بيستخدم المناديل؟ جدعان، هعمل مسابقة للناس اللي هتكمل الفيديو للآخر وتعمل شير وكومنت ولايك. كل اللي هيعمل ريبوست أو شير يبعتهولي في رسالة، وهختار واحد هكسبه 200 جنيه. هيبقى ولد وهتبقى بنت. هكسب في كل فيديو هعمله 200 جنيه الولد و200 جنيه البنت. ده بس للي بيكمل الفيديو للآخر. مع السلامة.